الأهلي داخل فترة الانتقالات الشتوية القادمة بطموح أعلى وأعلى من كل فترة انتقالات، رغم السكواد المرعب في الأهلي. إن الأهلي لم يكتفي بعد من إبهارنا باللعيبة اللي بيجيبها، وحصلت محاورات مع فيستون مايلي. لايك واشتراك في القناة. فيستون مايلي لاعب بيراميدز والمهاجم اللي شاهدناه في الفترة الأخيرة مع بيراميدز مؤثر بشكل كبير وملحوظ جدا، ومن المهاجمين واللي ليهم طفرات وبصمة ولمسة مميزة في الكرة المصرية في الوقت الحالي. فيستون مايلي الأهلي عايز يتعاقد معاه. اللاعب أبدى شبه موافقته، ولكن في حال عدم تجديده مع نادي بيراميدز. يعني اللاعب موافق، مفيش مشكلة. بعد تواصلوا بعض من إدارات النادي الأهلي مع اللاعب، والتواصل مع اللاعب كان من تحت لتحت كده، ويشوفوا موافقة اللاعب المبدئية. اللاعب أبدى موافقته على الانضمام للنادي الأهلي، ولكن بعد ما يشوف بيراميدز هيعمل إيه. هل هيجدد مع بيراميدز هيكمل هيبقى ما عندوش أي مشكلة؟ هل بيراميدز هيكون في استغناء عن اللاعب هينضم للنادي الأهلي. تروب المدرب الجديد للنادي الأهلي. الطبيعي إن أي مدرب لما بيجي النادي جديد ما بيعرفش أي حاجة عن اللعيبة، ما بيعرفش حاجة عن الجهاز الفني، بالأخص لو الجهاز الفني كان أغلبيته مصريين، فبيبدأ التعرف وفي بعض اللمحات اللي بياخدها كبصمة أولى وبصمة بتثبت في عقله لأي شخص بيقابله، إذا كان من الإدارة أو من الجهاز الفني أو من اللاعبين. واللي خد بصمة وخاطف أنظار يسترب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي هو الكابتن عادل مصطفى. الكابتن عادل مصطفى هو الرجل الأول في المباراة القادمة للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. يعني كل تفاصيل المباراة، التشكيل، كل اللي هيحصل في المباراة لحظة بلحظة هو هيبقى تحت قيادة عادل مصطفى، لأنه الجدير واللي شافه من وجهة نظر يسترب هو الجدير بالقيادة الفنية للمباراة دي، لأن عادل مصطفى عارف خبايا الفريق، والمدرب الجديد لسه معرفش أكتر عن النادي، فهو الأقدر وهو اللي هيقود النادي الأهلي في مباراته الأولى في دوري أبطال أفريقيا. طبعا المتعودين منه والمتعودين تشوفوا بالأخص في نادي الزمالك إن هو لما بيبقى في مدرب موجود في النادي والمدرب بيمشي بطريقة غير لائقة وغير متحضرة وغير أخلاقية بالمرة، وفجأة فسخ عقده، وفجأة مش عايز نزل مستحقاته، فجأة النادي عايز يشتكيه، فجأة المدرب عايز يشتكي النادي، وأزمات كثيرة وأزمات بالجملة ومش بتخلص في نادي الزمالك بسبب رحيل أي لاعب أو مدرب. لكن عكس ده بنشوفه فين؟ بنشوف في النادي الأهلي. النادي الأهلي كرم عماد النحاس. بالمناسبة عماد النحاس رجع بالأهلي للقمة وتربى على قمة الدوري مرة أخرى. المدرب الأخير للأهلي كان مضيع هيبة الأهلي، وكان مضيع أداء، وكان مضيع المتعودين عليه جمهور الأهلي من ناديهم في الفترة الأخيرة والمعروف عن النادي الأهلي. ضيع كل حاجة ورحل. جاء عماد النحاس كمدير فني استثنائي من أبناء النادي الأهلي، لا تشرط ولا تكلم ولا شفناه في أي تصريح بيهاجم أي حد أو بينتقد أي حد كان مكانه. دلوقتي هو راح الدوري العراقي وراح نادي من الأندية الكبيرة وهو الزوراء العراقي. وكابتن محمود الخطيب كرم عماد النحاس قبل رحيله عن النادي الأهلي
لجدارته، لكفاءته، والتعبه في الفترة الأخيرة. عماد النحاس جاء كاستثنائي الموسم اللي فات وخد الدوري بالنادي الأهلي، جاء كاستثنائي الموسم ده وطلع بالأهلي من أسفل الدوري لقمة الدوري وساب الأهلي في الأول كمان مشي. كل الشكر قدمه محمود الخطيب بمجلس إدارة النادي الأهلي وتكريم خاص، واللعيبة كمان في حالات عبر الفيسبوك والانستجرام شكرت عماد النحاس في الفترة الأخيرة، واللعيبة كلها تمنت له إن هو يكون دايما في توفيق دائم. اللعيبة فرحانة بيه والإدارة فرحت بيه وكمان تكرم بزيادة. وده المعروف بالنادي الأهلي، اللي هو أي مدرب يمشي بيتكرم. ليه؟ لأنه عشان يسيب بصمة. لما هيسيب بصمة يقدر النادي يجيب أي حد تاني، لكن لو مش هيسيب بصمة النادي هيعرف يجيب ازاي؟ لو كل مدير فني بيمشي من النادي بيمشي بطريقة مش كويسة وطريقة لا تليق، النادي مش هيعرف يتعاقد مع أي حد تاني بسبب السيرة الذاتية تبقى مش طيبة. بزيرة وبنتايج ليهم مستحقات عند نادي الزمالك واشتكوا أكثر من مرة بسبب مستحقاتهم. بزيرة لاعب مؤثر من أفضل الأجنحة في الدوري المصري في مركزه، لعيب فرق فعلا مع نادي الزمالك من وقت انضمامه. كمان بنتايج في الفترة الأخيرة هو ظهير أيسر ممتاز من أفضل اللعيبة في مركزه، ليه بصمات ظاهرة جدا والكل شافها. الاثنين لعيبة دول كان ليهم مستحقات في نادي الزمالك وكانوا عايزين يفسخوا عقدهم مع النادي يوم 15 أكتوبر اللي هو النهاردة، ولكن الزمالك قدر يوفر جزء من مستحقات اللعيبة وسددها لهم، والدنيا مشيت، الأمور بقيت تمام واستقرار مع اللعيبة بقى أفضل، لأن الاثنين محترفين. أنت محتاج تهيئ لهم المناخ وتهيئ كل اللي حواليهم عشان يدوك أداء في الملعب بنسبة 100%. والمستحقات من الحاجات اللي اللعيبة مش بتحبها تتأخر عنها، وده حقه لأن ده عمله دونجا خارج السوبر المصري بالإمارات، والمباراة اللي هيبدأها الزمالك في مواجهة نادي بيراميدز. دونجا خارج المباراة مش لأسباب فنية ولا مشاكل مع النادي ولا أي حاجة كما يتداول البعض. دونجا خارج المباراة لسبب الإيقاف 4 مباريات لسبب المشكلة الأخيرة في السوبر الأخير. يعني دونجا من السوبر الأخير بسبب مشكلته موقوف 4 مباريات، والسوبر بيتلعب مباراتين بس، نصف نهائي ونهائي. الزمالك هيبدأ قصاد بيراميدز، ولو عدى إن شاء الله هيعدي، واللي كل متوقعه هو النادي الأهلي. لكن دونجا خارج حسابات المدير الفني وخارج البطولة كلها بشكل عام لأسباب الإيقاف وليس أكثر من ذلك. زيزو خطف نظر يستروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. يستروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي شاهد مباراتين لمنتخب مصر، والمباراتين كان موجود فيهم أحمد السيد زيزو لاعب الأهلي، والمدرب أبدى إعجابه الشديد باللاعب واتكلم مع أكتر من حد من الجهاز الفني وعرفهم إن اللعيب ده هيكون مميز وهيكون ليه بصمة كبيرة وهيكون ليه لمسات مع المدرب وهيكون ليه توصيفات في الملعب بشكل كبير وهيفيد النادي ومبارياته بشكل كبير جدا، وإن المدرب على اقتناع تام باللاعب. فيريرا في أزمة مش عارف يعمل إيه فقرر الدفع بالجزيري. أزمة مهاجمين الزمالك، إصابات، عدم جاهزية فنية، عدم جاهزية بدنية يا ناصر منسي. ففيريرا قرر الدفع في مباراة الزمالك الأولى في الكونفدرالية الأفريقية بالمهاجم سيف الدين الجزيري. وسيف الدين الجزيري للذكر كان ليه أكتر من مشكلة بخصوص المستحقات، بخصوص إن هو عايز يمشي والنادي مش عايز يمشي، وإن النادي عايز يمشيه بس هو مش عايز يمشي، وأمور متلخبطة كلها في بعضيها. لكن ما باليد حيلة للمدير الفني لنادي الزمالك فيريرا فقرر الدفع به في المباراة الأولى في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. كل التوفيق لنادي الزمالك وربنا يسترها يا جزيري منك في المباراة دي. الأهلي ما اكتفاش فيستون مايلي
لا، كمان عايز الشيبي ومشكلته الأخيرة مع النادي الأهلي بخصوص حسين الشحات. أبدأ موافقته بس من تحت الترابيزة، أبدأ موافقته بالانضمام للنادي الأهلي، ولكن لو بيراميدز برضه مش هيجدد له. وأبدأ الموافقة المبدئية والكلام إن الأهلي يزود على عقد الشيبي مع بيراميدز $1,000,000. يعني الشيبي أبدأ الموافقة المبدئية، ولكن لشروط، اللي هو الأهلي يزود على عقده اللي بياخده من بيراميدز $1,000,000، وهو ما عندوش مشكلة في حال عدم تجديد عقده مع بيراميدز. فيريرا مدرب الزمالك قرر رحيل 3 لعيبة، وده من القرارات الصائبة اللي شفتها له في الفترة الأخيرة، لأنه مش بنشوفه كتير ياخد قرارات زي كده. وهم مين ال3 لعيبة دول؟ عبد الحميد معالي، سيف جعفر، وإيشو. فيريرا قرر رحيلهم فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير القادم، وكمان جون إدوارد وافق على طلب فيريرا برحيل ال3 لاعبين. كده هيبقى عندك مقعد في المحترفين الأجانب بعد رحيل عبد الحميد معالي، في حال رحيله، وحال ما حصلش مشاكل، وحال ما طلبش عقده كامل يعني، وحال الحاجات اللي مش عارفين نعديها من الزمالك في الفترة الأخيرة. ما تنسناش باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد عن أخبار الكورة المصرية.